السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نرجو أن يكون الجميع بخير. نقدم لكم اليوم برنامج سي كلينر، وهو البرنامج رقم 1 لتنظيف الويندوز وتسريع الجهاز الخاص بك، لأنه برنامج خفيف يحمي خصوصيتك على الإنترنت، ويجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك سريع، ويحسن كذلك من قدرة جهازك. ومن الضروري أن يتوفر جهازك على هذا البرنامج، أولا لأنه أداة تنظيف الكمبيوتر، ويقوم بالتخلص من الملفات التالفة وغير اللازمة بهدف تحسين النظام وزيادة سرعته وحماية خصوصيتك كذلك على الإنترنت. سنبين لكم اليوم كيف تحميل البرنامج وتنصيبه واستعماله. تابعوا الشرح. نقوم بحمل هذا الرابط، وهو المرفق تحت الفيديو. ننظر على باسي الأنونس للذهاب إلى تحميل البرنامج. كما تلاحظون في الصورة داونلود ناو، نقوم بالنقر عليها وتحميل البرنامج. نحن حملنا هنا البرنامج وقمنا بتنصيبه لتسريع الشرح. نفتح الآن البرنامج بعد تنصيبه. البرنامج، هذه الأداة هي لتنظيف البرنامج، وهي كالمكنسة. هذه هي المربعات المكتوب تحتها الريجستري، تقوم ببحث الأخطاء وتصليحها. نبدأ الأول بتنظيف الجهاز. ننقر على ويندوز وهو سيستم الويندوز. نقوم هنا بأناليز أو البحث. كما تلاحظون أكمل البحث عن الملفات التالفة والغير مستعملة، وكذلك بتصفحنا عبر الإنترنت تتكون لنا ما يسمى بالكوكيز على جهازنا، ومع طول الاستعمال تأخذ مساحة من الرام ومن ذاكرة الجهاز. كما تلاحظون هنا وجدنا 1 بمعنى 1.5 جيجا، وهي نسبة كبيرة وتؤثر على عمل الجهاز وقدرته. نقوم الآن بفسخ ما تم ننظر على الرام. يعطيك هنا القرار، ننظر على أوكي. ندخل أنا البرنامج يقوم بالفسخ، وهو لا يؤثر أبدا على قدرة الجهاز، بالعكس سيقوم بتسريعه وحمايتك، لأنه ما قام بفسخ هو كذلك يوجد في خصوصيتك على الإنترنت ولكوكيز ما يسمى بأرشيفك، الذي يستغله حقيقة بعض القراصنة المهرة في استخلاص واستخراج معلوماتك الخاصة بك. الآن بعد ما قمنا بتنظيف الجهاز، نقوم كذلك إن أردنا نذهب إلى أبليكاسيون، وهي خصوصيات أعمق سنتطرق إليها في حلقتنا القادمة إن شاء الله. نذهب الآن إلى ريجستري، ننقر على ريجستري ونقوم بسكان. هذه هي الميزة، تقوم بالبحث عن الملفات الموجودة في نظام الويندوز وبإصلاحها. تلاحظون الآن هذه القائمة طويلة من الملفات التي يجب إعادة إصلاحها. ننظر وننقر على Fix Selected.
تسجيلها بأن نريد إصلاحها. Fix all selected وقام بإصلاحها. نرجو لكم متابعة طيبة. ستجدون الرابط لحمل هذا البرنامج أسفل الفيديو. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنقوم باستغلال الميزات الأعمق والمتوفرة في هذا البرنامج. شكرا لكم على المتابعة. يسعدنا أن تقوموا بالمشاركة على قناتنا ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله.